عايزه اقول لك لو هتعزمي حد على بط يبقى مفيش احلى من البط السوداني البلدي الاصلي. الحقيقه البط ده حلو قوي قوي في اي عزومه. وكمان كل ما تجيبيه كبير في الوزن شويه بيكون احلى، يعني ممكن يكون وزنه من 4 ل4 كيلو ونص. ده بيرمي لحم وبيبقى لحمه زي الزبده وطري جدا وحلو. وكمان ريحته بتبقى حلوه قوي. بس خلي الراجل ينضفهولك تنظيفه كويسه وانت اغسليه غسله حلوه. لو هتعملي بقى معاه شوية محاشي او شوية رز مندي زي ما انا عاملة كده او شوية رز بالخلطة يبقى يا سلام. شايفين دكر البط عامل ازاي؟ الحقيقة هو اصلا واخد وقته في التربية عند الراجل، وكمان غسلهولي ونضفهولي كويس، وانا كملت عليه غسيل كويس قوي قوي. وقبل ما تحطيه في الحلة، وبعد ما تغسليه كويس قوي قوي انقعيه ربع ساعة في نص معلقة طحينة مع ليمونة، وسيبيه ربع ساعة او نص ساعة. بعد كده تشطفيه وتكوني مظبطة المية بتاعت التسوية في حلة كبيرة. المية تغلي، وحطي بقى دكر البط كتفيه كده، وحطي بقى الحوايج بتاعته بقى الرقبة والجناحة والكبدة والأنثى والحاجات دي. وتحطي بصلاية يا إما تحطها كلها يا إما تقطعيها زي ما انت عايزة. وكمان هتحطي طماطماية متقطعة أو حتة صلصة زي ما هتشوفي دلوقتي. صلصة تكون عندك في الفريزر، يعني الصلصة اللي احنا بنعملها في الفريزر عندنا في البيت بس. وتحطي له بقى ملح وفلفل ورشه جوز الطيب لو عايزه، وورق لوري وحبهان. بس انا الحقيقه ما حطيتش ورق لوري وحبهان لان انا هعمل الرز وهيبقى فيه ورق لوري وحبهان. تمام كده. وهتغطي عليه بقى ويستوي براحته جدا جدا. ولما يستوي تخلي بالك منه لان في فرق او في التسويه غلوتين. يعني لو هو استوى كويس معاكي ما تسيبهوش في الحله، ولا تقولي كمان اديله غلوه زياده، لانك لو اديتيله غلوه زياده هيفتح معاكي. خلي بالك. استوى واتاكدت ان هو استوى خلاص طلعي على طول. تمام. شايفين شوربته عامله ازاي؟ الشوربه دي بقى هنعمل منها شويه رز حلوين كده، رز مندي خطيره جدا. او هنعمل بجزء منها وجزء نسيبه. كنت انا بقى على بال ما كل حاجه استوت كنت انا بقى عملت الحاجات، شوحت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها وظبطتها. وحان الان وقت تظبيط صينيه المندي بالبط. المندي ريحته عايزه اقول لكم فظيعه جدا. انا يعني من احلى الرزات اللي بتتقدم في العزومات هو رز المندي ده. الحقيقه خفيف ويشرف وطعمه حلو وريحته تاكل تاكل يعني. حطينا البطايه وحطينا، هو دكر بط مش بطايه الحقيقه، هو كبير يعني ما شاء الله. والخضار المشوي بيبقى حلو جدا مع المندي والبط الحقيقه. مع المندي عموما اللي هي الطماطم والفلفل والبصل. انا بس عايزه اقول لكم على حاجه. بعد ما ما تبداوا تشووا الخضار، تفردوه كده في صينيه او في طبق كبير وترشوا عليه رشه ملح بسيطه ورشه كمون ورشه جوز الطيب وفلفل اسود. بيخلي ريحته وطعمه حلو جدا. وتيجوا بقى مظبطين الصينيه بتاعتكم مع الزبيب الجميل ده المتشوح في السمنه البلدي. وكمان ال ال اللوز الحلو ده. عايزه اقول لكم بقى، نسيت اقول لكم ان انا بعد ما سويت البطه حطيتها في صينيه، ودهنتها بالسمنه البلدي والصلصه وحطيتها تتحمر في الفرن. بتدي لون حلو جدا جدا وجميله. وما تنسوش الليمونه بقى. وايه رايكم؟ كومنتات كتير بقى ولايكات يا جماعه.